السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده هنعمل معاكم العيش الصعيدي اللي على اصوله، العيش المنطط اللي هو بتاع رمضان. ربنا يعودها علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين باليمن والخير والبركات. وربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا، انا هقول لكم ازاي بنعمل العيش المنطط دوا. العيش المنطط دوا سهل يعني، وبسم الله ما شاء الله عليها. واحدة بتخبز على المطرحة الصغيرة دي، والتانية بتكمل معاها على المطرحة الكبيرة. طبعا هقول لكم العجينة بنعملها ازاي. العجينة زي بعض يا جماعة، سامحوني علشان انا تعبانة فاصواتي مش طالع معاكم زي ما انتوا شايفين كده. عندي شوية فلونزا، ادعولي ربنا يحوش عني ويشفيني ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين. طبعا احنا هنا كنا عاملين نص حج شامي ونص جمح، يعني مثلا حوالي كيلو شامي وكيلو جمح. آه اللي هو الشامي اللي هو دقيق الذرة. كنا عاملينهم يعني عاجنينهم زي العجينة اللي انت هتشوفيها دي، وبعد كده حاطين عليهم شوية مية وفكناهم شوية. ده ولا اللي هو اسمه من الخميرة. الخميرة دي بتكسريها ليه؟ بتخلي العجين معاكي يقوم بسرعة، ما ياخدش وقت طبعا، عشان اللي عند الفرن على بال ما تخلص اللي معاها يبقى العجنة اللي بعديها اختمرت. طبعا. وبتحط حتة خميرة بكر تاني، يعني خميرة بيرة تحط حوالي ب2 جنيه، غير الخميرة اللي انت كسراها. انت طبعا بتحطي حوالي نص حج شامي ونص حج قمح، وتروحي كسراهم بحتة خميرة ومية دافية. اهم حاجة المية الدافية علشان يختمر معاك بسرعة وما ياخدش معاك وقت، وما تملكوش. لازم تفك العجين بالشكل اللي انت شايفاه دوا، وتقلبيه من اللي في قعر، يعني الطبق دوا اللي احنا بنعمل فيه، او الطشت البلاستيك ده، وتقلبيه كويس كده، وتدوبي فيه لحد ما تدوبي الدقيق منه، وتعرفي تعجن ازاي بالشكل اللي انت شايفاه دوا. طبعا العجينه مش اما تبقى طريه زي عجينه الضلي، ولا ناشفه خالص زي عجينه البتاو. ده شكل العجينه بعد ما تعجنيها. هتحط حوالي معلقتين ملح في الميه اللي انت بتعجني منها، معلقتين ملح وتدوبيهم، وب2 جنيه خميره، وتحط وتبقى كسرة نص حج خميرة ونص شامي. طبعا انت بتستخدمي مثلا 3 كيلو شامي 3 قمح، وهتحطي نص. احنا بنستخدم 3 شامي اللي هو الحج بتاعنا، و3 قمح قد بعض، بس تزودي حوالي نص حج تاني من اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الدقيق الفينو، علشان يخليه يتجلول معاكي وينشف معاكي بسرعة، ما يبقاش ملدح. لازم تنشفيه كويس علشان ده ما يبقى فيه خميرة. بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين الفرن لما سخن العيش طالع زي الجولي. طبعا العيش دوا فيه خميرة، بس مش ما يبقى مستحب اللي هو يقوم زي الظل، يعني زي البطيخة كده. لازم يقوم بجليل كده بالشكل اللي انت شايفاه دوا. اول ما يقوم بجليل بجليل، طبعا ده بيبقى بسم الله ما شاء الله عليها. ده لما تيجي بالليه بيبقى زي الرطب وجميل جدا، وطبعا خفيف، حلو في السحور. آه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، امان عليك ما تبخليش عليا باللايك، لان انا بتعب في الفيديوهات دي. وطبعا اللايك جميل منكم، بيرفع الفيديو ويخلي اليوتيوب يتعرف عليها، ويخلي غيرك يستفاد منه لو في اي معلومات جديدة وغيرك مش عارفها يتعلمها. او طبعا انا عارفاكم كلكم شطار. احنا هنا بتقطعيه زي ما بتقطع العيش الضلي، وتعمل لك حوالي 10 عشان يفكوا معاكي. وواحدة تكسر على المطرح اللي هي تحت البتاو دي، يعني تكبرها شوية، والتانية تكمل على المطرحة الكبيرة اللي هي مطرحة المنطط. طبعا مطرحة المنطط بتبقى صغيرة شوية عن مطرحة البتاو، ومطرحة الضلي صغيرة عنهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لازم تطرج المطرحة كده كويس علشان رغيف المنطط يبقى خالع معاكي من على المطرحة، وما يلزقش معاكي في المطرحة. وتحط حبة الدقيق دوا،
وتكمل خبيز زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي بنكسر على المطرحة الصغيرة وبتكمل على المطرحة الكبيرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وطبعا تقطعي كده على حافة الجروانة وتفكيه العجين، تفكيه كويس وتقطعي بالشكل دوا لحد ما تملي الصينية اللي انتي بتجرصي فيها علشان يفك معاكي وما ياخدش معاكي خبيز. ده طريقة الهز طبعا بتاعتنا او الرح او الخبز. كل بلد وليها يعني اللغة الخاصة بتاعتها او الكلمة الخاصة اللي بتقولها، مثلا زي احنا بنرح او بنخبز او بنهز على المطرحة. كل واحد يعني ليه طريقة وليه اسلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلش عليا باللايك عشان يرفع الفيديو طبعا وعشان غيرك يستفاد، والدل على الخير كفاعله. ولو انت من الابطال ما تنسيش تكتبيلي حتى دعوة منك كده تدعيلي في الكومنتات. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امين. لازم تسخن الفرن بالشكل اللي انت شايفاه دوا. ما سخنتيش الفرن حلو مش هتاخدي عيش حلو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العيش المنطط دوا طبعا بنخبزه على الحصى غير البتاو بتخبزيه على الفرن البلدي او الفرن الطين اللي احنا بنخبز عليه دوا، بس ما يبقاش فيه حصى. تحطي الحصى ده ايه، بنجيب طوب حمور وتدق الحصى وتجمعيه وتغربليه كويس وتنضفيه. وبعد ما تحمي الفرن لازم تحمي الفرن كويس. كل ما تحمي الفرن كويس كل ما تاخد عيش كويس. وتحط الحصى زي ما انت شايفه كده وتعملي حته حاجز عند حنك الفرن من بره علشان الحصى ما ينجحش منك وانت بترمي. وزي ما انت شايفه كده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. واحده بتكسر على المطرحه الصغيره والتانيه بتكمل على المطرحه الكبيره، واللي بتقطع لازم تملى الصينيه كده عشان يفك معاك العيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.